فيديو النهاردة قررت فيه أخرج عن صمتي وأقول كل الأسرار اللي أعرفها عن غش الزبدة وعن التجار اللي بتغش الزبدة وكمان الأهالي. هقول كل حاجة في الفيديو ده وأتمنى من الكل إن هو يسامحني، بس الأسعار غالية والناس بتشتري كيلو الزبدة بالعافية. ف يعني ربنا يرحمنا ويرحمهم من الغلاء اللي احنا فيه. ما ينفعش إن هي تروح تشتري كيلو الزبدة ب 300 ولا 320 جنيه، وفي الآخر تبقى مغشوشة فيه وتزعل. ما يرضينيش ولا يرضي ربنا طبعًا. فأنا هاقول كل الأسرار اللي أعرفها في الفيديو ده، وإن شاء الله تستفادي. حطّوا لايك للفيديو واشتراك عندي في القناة، لو لسه أول مرّة بتشوفوا قناتي نوريني وفرحيني وقولوا لي أنتم بتتابعوني منين. ربنا يسعد قلوبكم جميعًا يا رب ويكبر خواطركم، اللهم آمين. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة إن شاء الله. أنا هنا طبعًا كنت باعلّق القربة، وهنبدأ نسمّي الله وننفخ القربة ونخضّها مع بعض، وأنا باتكلّم معاكم عن الأسرار اللي أنا أعرفها، واللي عنده أي معلومة تانية يا ريت يضيفها لنا في الكومنتات، والكل طبعًا يستفاد و وكلّه في ميزان حسناتنا إن شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعًا اللي متحوّشة في القربة دي قشطة، تمام، عشان نكون متفقين من الأول، ده مش لبن دي قشطة. هاحط عليها شوية مَيّة عشان ترُج معايا في القربة، و هنخضّها مع بعض، تمام. طبعًا أنا باخُض في المكان اللي أنتم طلبتوه أهو في البرندة، وكمان فتحت البوابة عشان إيه الفيديو يكون واضح، أتمنى إن هو يكون واضح. آآ طبعًا يا جماعة إحنا عندنا التُجّار، اللهم صل على النبي، بنلاقيهم في الصيف يلمّوا من الأهالي الزبدة وبيحوّشوها في الفريزرات عندهم. يعني أو في الوقت بتاع الصيف ده بتكون الزبدة مثلًا ب250، 240، 230، يعني أكتر سعر فيها بيكون 250 في الصيف، تمام. هُم بقى بيلمّوها ويحوّشوها عندهم في الفريزرات، وييجي في وقت طوبة، في شهر طوبة السمنة بتغلى فيه و وبتكون مسحوبة، يقوموا إيه مطلّعين بقى اللي عندهم وبايعينها. ده طبعًا يُعتبر غِش، لإن الناس بتشتري في شهر طوبة علشان الزبدة بتكون صافية وحلوة. لكن ده شغل تُجّار بقى زي ما قُلت لكم. بيحوّشوها وبعدين يرجعوا يبيعوها عشان إيه، بتبقى بسعر أعلى. أمّا كل كيلو مثلًا يطلع فيه 70 جنيه، كتير جدًا. ويُعتبر غِش، سيبِك من بقى الفلوس ياما والّا شوية، هو يُعتبر غِش، تمام. وكمان حاجة غير كده، في ناس بقى ما يعرفوش ربنا نهائي وبيلمّوا الزبدة في الصيف برضه، ويجيبوا السمنة اللي هي أو الزبدة اللي هي اللي بتنباع رخيصة في الأسواق ديّة ويخلطوها مع الزبدة بتاعة الفلاحين، تمام، ويبيعوها على أساس إن هي زبدة صافية يعني من بتاعة الفلاحين، وهي طبعًا مغشوشة أو مخلوطة. طيب إحنا نعرف ال الزبدة المغشوشة إزاي؟ طيب زي ما قُلت نعرف الزبدة المغشوشة إزاي. طبعًا بيكون من ريحتها، وكمان لمّا تسيّحيها، ريحتها ما بتكونش صابحة، يعني فاهمين أنتم الزبدة لمّا بتبقى صابحة بتبقى ريحتها حلوة أوي وتشتاقي إن أنتِ تاكلي منها، بتبقى ريحتها صابحة. لكن اللي متخزّنة من الصيف بتكون ريحتها مفنيخة أو واخدة ريحة الفريزر. ما بتكونش فاهمين أنتم الريحة الحلوة بتاعة الزبدة اللي أنتم عارفينها. دي أول حاجة. وتاني حاجة لمّا بتسيّحيها بتكون مليانة لبن، لإنها بتكون زبدة صيف، بتكون كلّها لبن. اللهم صل على النبي. كمان لمّا تحبّي تجرّبي وأنتِ عند التاجرة مثلًا، بتاخدي حتّة من الزبدة بتحطّها على إيدِك وتدعكيها. لو اختفت وما كانش لها أثر، يا دوب بس إن أنتِ حاطّة حاجة بتلمع على إيدِك، يبقى دي زبدة كويسة. لقيتيها بتليّط على إيدِك، يبقى دي ما تاخديهاش خالص وتسيبيها مكانها حتى لو ببلاش ما تاخديهاش، لإن بتكون مخلوطة دهون وزبدة بقى اللي هي مش الحلوة. وبيكون معمول فيها شغل تاني إيه، يعني إحنا في غنى عنّه يعني، تمام. طيب اللهم صل على النبي. طيب بالنسبة للأهالي، أنتم طبعًا يعني الأضمن إن أنتم تشتروا من أهالي. أنتِ مثلًا عندِك حد
تعرفيه أهالي بيكونوا بيصنّعوا الزبدة والجبنة تشتري منهم، ده أضمن حاجة. أو عندِك مثلًا تاجرة تكوني أنتِ ضامناها بتجيبي منها على طول وضامناها. بس إحنا بقينا في زمن بصراحة ما حدّش ينضمن، التجار ذات نَفْسهم بقى يعملوا زي ما أقول لكم كده، بيحوّشوا بتاعة الصيف ويبيعوها في الشتا. تمام. طيب بالنسبة للأهالي بيغشوا إزاي، هاقول لكم الأهالي ما بتغشش يا جماعة. الأهالي اللي زي كده اللي بيكونوا عايشين على بُق اللبن اللي عندهم، بيعملوا الزبدة والسمنة، بيعملوا الزبدة والجبنة ويبيعوها في وقتها، لإنّهم بيكونوا ممشّيين نَفْسهم من الحاجة دي. ولا هم بيخزّنوها ولا هم بيغشّوها. أولًا زي ما قُلت لكم هم مش بيخزّنوها عشان بيصرّفوا نَفْسهم منها أول بأول، مش بيغشّوها لإن هم بيكونوا خايفين على مالهم وحالهم من الغِش. طبعًا الغِش ده آخرته وِحشة، وما فيش واحدة فلاحة بترضى على نفسها حاجة زي كده. طبعًا خوف من ربنا أولًا، ثانيًا بتبقى خايفة على المال اللي عندها، البهيمة اللي عندها بتكون خايفة عليها طبعًا. ربنا يسترها يعني ويحفظ المال لأصحابه يا رب. ما فيش فلاحة هتغشِّك. تمام. ما فيش فلاحة تروحي تاخدي منها في البيت وهتغشِّك برضه، لإن أنتِ بتبقي خلاص أنتِ عارفة أنتِ جايبة الحاجة منين وهترجعي لها في أي وقت. سيبِك بقى هي إذا كانت هي مثلًا إيه، يعني مش بتراعي ربنا والّا حاجة. فاهمين؟ أنتِ خلاص أنتِ عرفتِ مكانها وهترجعي لها تاني. فأضمن حاجة إن أنتِ تشتري من أهالي زي ما قُلت لكم، وتكون أهالي برضه مضمونة ومعروفة بحاجتها الحلوة والنضيفة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. آمم طبعًا هنا اتكلمت معاكم، اللهم صل على النبي، وإحنا بنخُض القِربة. عايزة أقول لكم بقى الأهالي اللي بتخُض في القِربة، مش كل الأهالي طبعًا بتخُض في القِربة زينا كده. في ناس بتلفّها على إيديها، وفي ناس بتحطّها في الغسالة اللي هي الصغيّرة دي أو اسمها خضّاضة، وفي ناس بتخُض في القِربة. طيب أحسن حاجة إيه؟ الخَض طبعًا في القِربة، ما فيش أحسن من كده، يعني نضافة وحلاوة وريحة وطعم. وعايزة أقول لكم تحفة، الزبدة بتاعة القِربة دي بتكون تحفة جدًا. أولًا لإن القِربة دي وأنتِ طول ما أنتِ بتحوّشي فيها القشطة، بتكون بتُسرط شِرْش. طبعًا الشِرْش ده نازل من القشطة فبيصفّيها جدًا. يعني حتّة الزبدة اللي بتكون طالعة من القِربة بتكون صافية جدًا، جدًا، لا فيها لبن ولا فيها شِرْش ولا فيها أي حاجة. طيب كمان في حاجة كويسة افتكرتها، وأنتِ بتشتري الزبدة لو لقيتيها بيضة أوي زيادة عن اللزوم، دي برضه ما تاخديهاش، بتبقى مقيّحة كده بالبياض ما تاخديهاش، لإنها بتكون كلّها لبن. تمام. طيب الزبدة الحلوة بتكون عاملة إزاي، بتكون داخلة على خضار، بتكون مخضرة شوية كده، دي تعرفي إنها صافية تمامًا. ودي طبعًا بتبقى زبدة شهر طوبة اللي هي الحقيقية. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي واصل معايا لحد هنا يحط لي لايك فضلًا وليس أمرًا، واشتراك للقناة ومشاركة الفيديو علشان الناس تستفاد. وجعله الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب. أنا على قد ما قدرت وعلى قد ما افتكرت قُلت كل اللي أعرفه. آآ يا رب الناس تستفاد. وطبعًا زي ما قُلت لكم الحاجة غالية جدًا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عايزة دعوة ليّا حلوة منكم في الكومنتات بالشفاء، لإن زي ما أنتم شايفين وسامعين صوتي داخل عليّا دور برد جامد. فالله المستعان وربنا يشفينا يا رب ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أسيبكم بقى تسمعوا شوية الخض اللي فاضلين. وباعتذر للناس اللي كانت بتحب تسمع الصوت الخض. حبيت أتكلم معاكم شوية في الفيديو علشان الناس تخرج مستفادة. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مم. بسم الله شيل بسم الله. ما تقعديش تهزي. ممكن شيء